أهلا. حاجة مهمة أنا استغنيت عنها طول فترة الحمل. استغنيت عن العيش البلدي واستبدلته بحاجتين، عيش الشعير وعيش الحبة الكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة كمان. وده لأن عيش الشعير والحبة الكاملة مليانين فوائد كتير قوي، وبالذات في فترة الحمل، لأنه بيحسن جدا من صحة الجنين وبيقلل الإصابة بسكر الحمل وهشاشة العظام. وبجيب العيش ده من سيوا فود، بيعملوا عروض حلوة قوي، زي انكم لو اخدتوا 4 لفات عيش حبة كاملة و4 لفات شعير بتاخدوا عليهم هدية من اختياركم، زي دقيق الحبة الكاملة او تلبينة نبوية او ملح صخري، او تاخدوا اي نوع عيش حبة كاملة او شعير. وبالنسبة لي بقى بحب جدا اعمل بالعيش ده وصفات صحية، لانه مليان الياف كتير بتساعد على الاحساس بالشبع فترة طويلة، فبيكون مناسب قوي مع الدايت او لو بتحاولوا تحافظوا على وزنكم. بقطعه كده شرايح صغيرة وبحطه مع البيض، وبحط عليه اي حاجة بحبها زي مثلا بسطرمة او جبن، وبجيب الطاسة واحط عليها رشة زيت زيتون كده، واحط بقى عليهم ميكس البيض مع العيش، بوطي النار واغطي عليهم دقيقتين بالظبط لحد ما البيض يستوي. ومش قادرة اقول لكم بقى الميكس ده خطير ازاي، ينفع قوي في الفطار او العشاء، او ممكن نقطعه مثلثات كده ونحطه للولاد في اللانش بوكس. أهلا. حاجة مهمة أنا استغنيت عنها طول فترة الحمل. استغنيت عن العيش البلدي واستبدلته بحاجتين، عيش الشعير وعيش الحبة الكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة كمان. وده لأن عيش الشعير والحبة الكاملة مليانين فوائد كتير قوي، وبالذات في فترة الحمل، لأنه بيحسن جدا من صحة الجنين وبيقلل الإصابة بسكر الحمل وهشاشة العظام. وبجيب العيش ده من سيوا فود، بيعملوا عروض حلوة قوي، زي انكم لو اخدتوا 4 لفات عيش حبة كاملة و4 لفات شعير بتاخدوا عليهم هدية من اختياركم، زي دقيق الحبة الكاملة او تلبينة نبوية او ملح صخري، او تاخدوا اي نوع عيش حبة كاملة او شعير. وبالنسبة لي بقى بحب جدا اعمل بالعيش ده وصفات صحية، لانه مليان الياف كتير بتساعد على الاحساس بالشبع فترة طويلة، فبيكون مناسب قوي مع الدايت او لو بتحاولوا تحافظوا على وزنكم. بقطعه كده شرايح صغيرة وبحطه مع البيض، وبحط عليه اي حاجة بحبها زي مثلا بسطرمة او جبن، وبجيب الطاسة واحط عليها رشة زيت زيتون كده، واحط بقى عليهم ميكس البيض مع العيش، بوطي النار واغطي عليهم دقيقتين بالظبط لحد ما البيض يستوي. ومش قادرة اقول لكم بقى الميكس ده خطير ازاي، ينفع قوي في الفطار او العشاء، او ممكن نقطعه مثلثات كده ونحطه للولاد في اللانش بوكس. أهلا. حاجة مهمة أنا استغنيت عنها طول فترة الحمل. استغنيت عن العيش البلدي واستبدلته بحاجتين، عيش الشعير وعيش الحبة الكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة كمان. وده لأن عيش الشعير والحبة الكاملة مليانين فوائد كتير قوي، وبالذات في فترة الحمل، لأنه بيحسن جدا من صحة الجنين وبيقلل الإصابة بسكر الحمل وهشاشة العظام. وبجيب العيش ده من سيوا فود، بيعملوا عروض حلوة قوي، زي انكم لو اخدتوا 4 لفات عيش حبة كاملة و4 لفات شعير بتاخدوا عليهم هدية من اختياركم، زي دقيق الحبة الكاملة او تلبينة نبوية او ملح صخري، او تاخدوا اي نوع عيش حبة كاملة او شعير. وبالنسبة لي بقى بحب جدا اعمل بالعيش ده وصفات صحية، لانه مليان الياف كتير بتساعد على الاحساس بالشبع فترة طويلة، فبيكون مناسب قوي مع الدايت او لو بتحاولوا تحافظوا على وزنكم. بقطعه كده شرايح صغيرة وبحطه مع البيض، وبحط عليه اي حاجة بحبها زي مثلا بسطرمة او جبن، وبجيب الطاسة واحط عليها رشة زيت زيتون كده، واحط بقى عليهم ميكس البيض مع العيش، بوطي النار واغطي عليهم دقيقتين بالظبط لحد ما البيض يستوي. ومش قادرة اقول لكم بقى الميكس ده خطير ازاي، ينفع قوي في الفطار او العشاء، او ممكن نقطعه مثلثات كده ونحطه للولاد في اللانش بوكس.